هنبدأ تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مساء الورد على كل الناس حبايبنا في كل مكان، يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسعادة. الفيديو النهارده هيكون مهم جدا، فيديو بنعلن عن شخصية دايما داعمة لينا، وهيكون داعم كبير قوي في رحلتنا القادمة من بسيون غربية نهاية في الإمارات إن شاء الله، مرورا بالأردن والسعودية والبحرين والإمارات. الباشمهندس حسام شقيطة، رجل أعمال، الشخصية الناجحة، صاحب شركة الحسام للاستيراد السيارات. فتحياتي ليك يا باشمهندس واهلا بيك. تحياتي ليك يا كابتن مصر وكابتن العالم ان شاء الله. تسلم، ربنا يبارك في عمرك، ده بدعم حضرتك والله. قريب يعني باذن الله ان شاء الله، ربنا يبارك في عليك يا رب. الشرف ليا واهلا وسهلا بيك. اهلا بيك طبعا، وانا عايز اقول لحضرتك يعني انا فخور جدا بدعمك الكبير ده، وان شاء الله دايما نكون مكملين. وعايز اقول لك كمان يعني المفروض ان اصلا يكون موجود معانا حد محاور، بس خلينا نكون المحاور. ليه اصلا فكرت تدعم محمد المصري؟ يعني ده سؤال حد ممكن يساله. والله انا اجابتي على السؤال ده، انا بدعم محمد المصري كشخصيه محترمه، شخصيه داعمه لسياحه بلدها، بتبين معالم بلدها فين في الدول الخارجيه. طبعا دي رساله قويه جدا ما يفهمهاش غير الرجل الوطني الصح. بمعنى تمام انت تبدا رحله من اقصى قريه مثلا في الدلتا، بتتجه لدول العالم على طريق، بتاخد طريق مرورا بالطرق عندنا الصحراويه، بالطرق الطرق الزراعيه. طبعا بتمشي في امان الامان. صح. دي الفكره دي لوحدها للسياحه الخارجيه، او لما انت تبينها للدول الخارجيه، دي في حد ذاتها قوه للامن المصري. ان احنا فعلا الامن المصري قادر على حمايه بلاده، قادر على امن بلاده، قادر على اي شخص يدخل مصر يكون في امان. وفعلا اي شخص بيدخل مصر هنا كسايح بيبقى واخد فكره خطا، اول ما بيدخل الارض المصريه مش عايز يطلع منها فعلا، ما بيحبش يسيبها، بحكم ان انا دايما في وسط الاجانب ووسط السياحه وبتعامل مع ناس عن طريق الشغل بتاعي. فبسمع الكومنت ده دايما، يقولوا لي اول رجلنا بتدخل الارض المصريه مش عايزين نطلع. ما بنبقاش. فانت بتوصل رساله كبيره جدا للعالم. الرساله دي المفروض ليها ايجابيات كبيره يفهمها معلش رجال الاعمال، صحاب المصانع، صحاب الشركات، لان انت بتجيب لهم دعم. هم مش فاهمين حاجه زي كده. انت لما بتدي فكره للدول الخارجيه عن امان بلدك، فانت بتجيب دعم لبلدك كاستثمار، كسياحه. كل ده يقدر، وليه طبعا لازم يكون ليه ايجابيات. لازم كرجال اعمال وكدوله نقف في ظهرك. وانا شايف فعلا وزاره الشباب، يعني بفضل وزاره الشباب وبفضل طبعا دكتور اشرف صبحي، طبعا دكتور اشرف صبحي، الراجل ده مش مقصر خالص. لا بجد بصراحه طبعا بالقيادات الرئاسيه والجهات الامنيه كلها مش مقصره. فكل التوفيق لك يا مسؤول حبيبي والله. يعني الباشمهندس وفر عليك كلام كتير جدا كنت هقوله، ان احنا اصلا فعلا رساله لينا، احنا بنوصل رساله للعالم بان طرق مصر تتمتع بالامن والامان عبر الطرق الصحراويه والزراعيه. بنقول للناس شوفوا جمال بلدكم، بنقول للمصريين برضو ان احنا خلال تحركاتنا عندنا مسج كبير جدا شغالين عليه. كان انت اقوى من المخدرات، هيكون ده شعارنا في الرحله ان شاء الله. قول للشباب ان انت اصلا احنا داخلين على التغيرات المناخيه، ويمكن شفنا في مصر كان مصر مستضافه كوب 27 في شرم الشيخ. احنا عندنا الاحتباس الحراري فيه مشكله، فمن خلال العائله بتاعتنا بنقول ان احنا اصدقاء للبيئه. مش هطول عليكم. انا محمد المصري، رحاله مصري، فخور جدا بكل الناس اللي بتدعمني، فخور بشركه الحسام، رئيس مجلس الاداره باشمهندس حسام الدين شقيطه على الدعم الكبير المقدم. وان شاء الله بدعمك ده هنوضح في فيديوهاتنا جمال بلدنا. طبعا ودي حاجه انا يعني متفائل فيها خير منك، لان انت فعلا بتوضح صوره مظبوطه. بالظبط. فتحياتي ليك يا باشمهندس، وتحياتي للناس الجميله اللي بيتابعونا
على اليوتيوب. ما تنسوش تتابعونا على الانستجرام المصري بايك او التيك توك الرحاله المصري. ان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد ولايف جديد من على الطريق. شكرا لكل الناس اللي بتتابعنا.